السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله هعمل معاكم الكشري الاسكندراني أو الرز بالعدس الأصفر. أكلة اقتصادية جميلة جدا ومغذية، ومعاها الصلصة المميزة بالخل والثوم والشطة والتوابل تحفة، وكمان معاها بطاطس محمرة وبتنجان مخلل بالدقة وبيض مسلوق ومتحمر بالسمنة البلدي. حلة على النار فيها بصلة وسط مقطعاها صغير، حطيت عليها شوية زيت وشوحها شوية، ولما البصلة تصفر احط لها نص معلقة صغيرة كمون ونص معلقة صغيرة بهارات بيدوا طعم جميل جدا للكشري. واكون محضرة ربع كيلو عدس اصفر ونص كيلو رز، حطاهم على بعض وغسلاهم ومصفياهم، يعني العدس بيكون نص مقدار الرز. احطهم على البصلة واقلبهم كويس عشان يتغلفوا بالزيت والبصل. ودي تركة ما تخليش الكشري يعجن. وبعد كده احط المية، ويفضل تكون مية سخنة يدوب تغطي الكشري، وتكون اقل من مية الرز العادية. ودي التركة التانية عشان ما يعجنش مننا. واسيبه لغاية ما يغلي، وبعدين اوطي عليه لغاية ما يتشرب ويستوي. ودي التركة التالتة لنجاح الكشري، ما اوطيش عليه بعد ما يتشرب، لا اوطي عليه بعد ما يغلي واسيبه يتشرب ويستوي. اعمل بقى الصلصة المميزة. حلة على النار فيها شوية زيت ومعلقة توم مفروم صغيرة، اقلبها في الزيت شوية، وبعد كده احط التوابل: كزبرة وكمون وفلفل اسود وبابريكا وشطة. اشوح كل ده مع بعض وشم بقى احلى ريحة، واروح حاطه شوية خل واسيبه لغاية ما يغلي. يا سلام بقى على ريحة الخل مع التوابل، جميلة جدا. واروح حاطه عصير نص كيلو طماطم، واحط الملح واقلب واسيبها تغلي غلوتين. انا مش هسبكها، اسيبها تغلي غلوتين بس عشان صلصة الكشري بتكون خفيفة مش مسبكة. هنا الكشري كان اتشرب وهنا كان استوى. اطفي بقى عليه. وهنا الصلصة كانت خلاص غليت غلوتين، اطفي عليها. وهنا قدمت احلى غدا، الكشري الاسكندراني ومعاه البطاطس المحمرة والبتنجان المخلل بالدقة. عاملاه في القناة قبل كده لو حد عايز يعرف الطريقة. والبيض المسلوق المحمر بالسمنة البلدي بيسموه البيض المدحرج. وحطيت على الكشري الصلصة، وبألف هنا وشفا. وياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وادعموني بلايك. والسلام عليكم ورحمة